حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ ويا رب تكونوا دايما بخير. زي ما عودتكم بكل جديد مع بيسو مصر. ناس كتير دخلت سألتني ايه انواع الموتوسيكلات اللي هي تنفع تعدل للستاند، اللي هي للرفع يعني، المكن الياباني. طبعا يا جماعه انواع الموتوسيكلات بتبقى نوع الموتوسيكل اسمه 600 اف 4 اي سبورت او بنانا سي زي دي. الفرق ما بين السبورت والبنانا سي اللي هو في الكرسيين. طبعا الموتوسيكل ده بيتعدل، انت ممكن تعدل الجزء الخلفي بتاعه، بتحل 4 مسامير دول، بتحل الجزء ده، بتغيره، بتجيبه شلتتين عادي. اهم حاجه وانت بتجيب الموتوسيكل للرفع بالذات لازم تجيب موتوسيكل سليم. موتوسيكل سليم عشان يستحمل معاك سنتين 3 4. ما تجيبش موتوسيكل حالته على قدها، ده الموتوسيكل ده مش هيظبط معاك. وكل حاجه في الموتوسيكل لازم تكون سليمه من المسمار للموتور. لازم وانت بتشتري الموتوسيكل تشتري من حد موثوق منه، مصدر موثوق منه، تشتري من معرض. يعني انا بنصحك تشتري من معرض، ما تشتريش من ركيب، لان المعرض عمره ما هيجيب حاجه وحشه يبيعها. لازم حاجه انها مثلا تطلع من عنده على اسمه، يعني حاجه تفضل ماشي بقى طول عمرك، تقول مثلا انا جايب من عند كذا. فلازم تجيب موتوسيكل سليم عشان تعرف تعدله. طبعا قلت لكم نوع الموتوسيكل 600 اف 4 اي ده اللي بيتعدل للستاند. طبعا نصيحه من اخ لاخواته انك لما تجيب الموتوسيكل ده تشيل حاجته كلها زي ما انا عملت بالظبط. الموتوسيكل ده انا كنت معدله ستاند، شلت التوب والفايبر والتانك وحاجته كلها، وجبت له حاجات تانية وعدلتها. يعني جبت تانك تاني وقطعته وعدلته ستاند، وجبت ربع ورا كرسيين وخرمت الكرسي اللي ورا، وحتى الرفرف جبت رفرف تاني ووديت كل حاجه تترش، وعملت له انجن جارد، جبت له ترس كبير ورا 70، وجبت له خزنتين فرامل على قطعه، وجبت مقبض دبرياج صغير، وجبت ماستر فرامل فوق في الايد، يبقى بقت فيها 2 فرامل، واحده في الايد واحده في الرجل. بالنسبه بقى لعلبه الشكمان، انت بتعدل له علبه شورت اللي هي العلبه الواصله الصغيره اللي تحت دي، هو بيبقى فيه. يا عم عد له تاني يا اسطى عشان البتاع اللي عدد من وشنا. انت بتتكلم لا؟ يلا يا اسطى 1 2 3. طبعا انت بتعدل للموتوسيكل ده علبه شورت صغيره زي دي، هي بيبقى في علبه ستوك بتبقى واصله لحد هنا، بتبقى العلبه بتاعت الموتوسيكلات دي بتبقى كبيره عامه. طبعا انت بتعدل له علبه شورت صغيره وبيبقى في هنا دي طبعا الاسطوانه الصغيره. لا انت بتعدل اسطوانه كبيره وبتركب خزنتين، خزنه فوق وخزنه تحت على قطعه كبيره، وبتركب الترس الكبير زي ما انا قلت لك، الترس 70 سنه. كل حاجه لازم تركبها باتقان، تركب حاجات سليمه، حاجات مظبوطه، عشان حاجات تنفعك لقدام بعدين. يعني انا الموتوسيكل دوت عدلته ورجعت ستوك، يعني ممكن الصبح في ساعه اروح جاي شايل الشغل الستوك ده كله ومركب التعديلات تاني، فاهم ازاي؟ ولازم تركب فرده ورا 200. طبعا الفرده اللي ورا ال 200 دي بتفرق معاك كتير. وما تحطش ماده في الكاوتش عشان ما تعملش معاك دردره وانت ماشي، فاهمين ازاي؟ طبعا ده الجدون الستوك بتاعها، انت بتعدل لها جدون تاني اللي هو زي جدون الموتوسيكلات اللي هي الاربعه، تركب لها جدون مسطره، بتجيب لها. انا مغير العروسه دي، جبت عروسه تانيه خرمتها وبتاع وشلتها بالجدون خالص. يعني انا مبدل في الموتوسيكل دوت، يعني انا صارف غير التعديلات، غير اللي مثلا القطعه والخزن والاسطوانه والحاجات دي، صارف تانك وفايبر وشويه حاجات كده لوحدهم زي دول بتاع 10000 جنيه، غير بقى القطع والخزن والترس والاسطوانه والمقابض. انا جايب مقبض الدبرياج بس، معلومه، مقبض الدبرياج جايبه استعمال ب 900 جنيه، مقبض صغير قد كده، كنت موري لكم انا في فيديو قبل كده. طبعا اي حد عايز اي استفسار على الموتوسيكلات، ريس صيني، اي حاجه، خش تابعني هنا، او لو عايز تاخد رقم خش تكلمنا على الانستجرام اديك الرقم. وانتظرونا بكل جديد مع بيسو مصر.